السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. بس كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده لأنه بيدعم الفيديو جدا، ده بس من كرمك. واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. ويلا بينا يا ست الكل، وصلنا لآخر الشهر كده، ما تحتاريش هتعملي فطار ايه النهارده. أكيد طبعا اكتر الناس صايمه، كل سنه والجميع يا رب بالف خير. يلا بينا واحنا في اخر الشهر كده يا ست الكل، تعالي هاتلنا نص باميه ويكا زي ما انت شايفه كده، وهاتلنا كده يا ست الكل بحاجات بسيطه جدا هنعمل لهم الفطار النهارده. هنعمل الويكا اللي هي بصي الواحد بيستنى الصيف كده، من احب الاكلات عندي انا بالنسبه لي بالذات، اكله خفيفه كده واقتصاديه وتناسب جدا اخر الشهر. وطبعا هنا عندنا ربع كيلو من البدنجان، عندنا 4 قرون من الفلفل الاحمر، ليمونتين. يلا بينا نقول على بركة الله ونبدأ نحضر الفطار. اول بقى حاجه هقولك عليها يا ست الكل، في ناس بتشتكي ان الباميه الويكا وانتي بتعمليها بتفور وبتبهدل الدنيا وبتبهدل البوتاجاز. طب يا ست الكل خليني اقولك كده، انك لو جبتيها قبلها بيوم وغسلتيها وسبتيها في مصفى زي ما انتي شايفه كده، وحطيتيها في التلاجة، اوعدك ان هي مش هتبهدلك البوتاجاز خالص. وجربي كده الكلام اللي بقولك عليه. خلينا نبدا كده. جبنا الويكا بتاعتنا زي ما انتي شايفه، بسم الله كده. شلنا الطرف الصغير ده، وبعدين هتقطعيها حلقات كده زي ما انت شايفه، حلقات رفيعه. الويكا الصعيدي كده من احلى واجمل الاكلات الخفيفه، واللي بصي من غير ولا فراخ ولا لحمه. بصي كده هي لوحدها بشويه عيش كده وشويه بدنجان مخلل جنبها، كلي واشبعي بألف هنا، طعمها بيبقى جميل جدا. بس يا ست الكل لما تجيبي الفراخ ولا اللحمه كده في اول الشهر، حاولي تحافظي على الشوربه. في اكلات كتير بنستخدم فيها الشوربه، يعني انا لما بجيب الحاجه بحط كده اي شوربه زايده مني، مثلا فراخ او لحمه، بحطها في اكياس في التلاجة، اكياس التلاجة. والاكياس نفسها بحطها في علبه، احفظيها حتى لحد اخر الشهر، ما يجرالهاش اي حاجه طول ما هي في الفريزر. ليه بقى نشيل شوربه الفراخ او اللحمه؟ بصي شويه الويكا دول بيبقوا حلوين جدا على اي مرقه شوربه كده بتاعه لحمه او فراخ، والصراحه يعني بتبقى على الفراخ احلى بكتير. فاحنا دايما بنحافظ كده، بنركن الشوربه نسقي بيها المحشي، نعمل بيها شويه كشك، نعمل بيهم شويه ويكا زي بتوع النهارده كده، ونعمل بيهم احلى اكل والحمد لله. على بال بقى ما نقطع الويكا هنعمل ايه؟ هناخد البدنجان زي ما انت شايفه كده، قيمه 10 دقايق بالظبط على النار، بدل ما تقلي يا ست الكل واحنا في صيف وكده، وطبعا الزيوت كتير مش مستحبه، لا حطيه بس 10 دقايق. انا عارفه ال10 دقايق مش هيسووه، بالعكس انا عايزاه يعني نص سوا، يعني 10 دقايق ده هيديه نص سوا، فتبقى البدنجانيه معاكي محافظه على شكلها. مهما قعدتي فيها اسبوع ولا حاجه، هتلاقي البدنجانيه كانك لسه عاملاها طازه النهارده. قطعنا الويكا زي ما انت شايفه اهو. انا بالنسبه لي الباميه البيضه التركي احلى طعم تخديل الويكا. طبعا الباميه الخضراء جميله وكل حاجه، بس بصراحه دي بتبقى حلوه جدا وخفيفه كده، وحتى لو باتت بس النهارده هي ان شاء الله مش هتبات، لان ده اكل على قد يوم. ده قد ايه من الويكا؟ ده نص كيلو. هحط عليه قد ايه شوربه؟ هحط عليه كوبايه ونص، بس النص الاكبر، علشان الويكا تبقى طبعا تقيله وحلوه كده، لا تقيله قوي ولا خفيفه، بس هي طبعا مستحب ان هي تكون اتقل من اخف، علشان احنا هناكل بالعيش، فلازم كده تكون الويكا ماليه مركزها. يلا بينا بعد ما طلعنا كيس من الشوربه كده وفكيناه على نار هاديه، يلا بينا نروح على البوتاجاز كده ونبدا نسوي الاكل. يلا بينا يا ست الكل. بعد ما الشوربه غلت كده، نسقط الباميه. اول ما تغلي بيها، بصي الشوربه بتغلي اهي، تمام، الشوربه اهي بتغلي. اول بقى ما تبدا تغلي بالويكا نفسها هنهدي النار، نحطين الشوربه بس. طبعا الشوربه كان فيها ملح وفلفل خفيف، علشان كده ما اضفتلهاش حاجه دلوقتي، ولازم طبعا تغطيها. بعد بقى ما ادينا له 10 دقايق على النار، اول ما بنطفي عليه النار بنبرده بميه طبعا ساقعه. شايفه البدنجانيه بصي مش طريه قوي يعني كده مستويه دايبه، لا نص سوا. الدقه بتاعته عباره عن ايه؟ 4 قرون فلفل احمر، وهنا 6 فصوص من الثوم، ودي معلقه ملح مش مليانه من معلقه الطعام، معلقه يعني عاديه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضربهم في الكبه. فبدل ما اجيب الكبه وكده واطول الفيديو يا ست الكل، هنضربهم ونرجع تاني.
خلاص حضرنا كده الدقة. احنا هنضيف عليها حاجات، بس قبل ما نضيف عليها حاجات خلينا نفتكر كده ونرجع للزمن الجميل يا ست الكل. البامية او الويكة اللي كانت بتتعمل كان بيتعمل لها دقة طبعا قبل اي حاجة، وتتحط كده في سوا طبعا البامية او الويكة زي ما انت شايفة كده. انا مش هاخد كتير، انا هاخد الطرف ده كده من المعلقة اقل من نصها، وهروح انزل بيها فين؟ طبعا هنا الويكة كانت بدأت تغلي فهدينا عليها النار. هننزل طبعا بشوية الدقة الحلوين دول في الويكة كده علشان حلاوتها تبقى زايدة اكتر من الاول، ونرجع نغطيها واحنا سايبينها على نار هادية. وانتي بقى ست الكل بتاكلي البدنجانية كده، البدنجانية لازم تبقى شبعانة من كل حاجة. يعني ايه؟ يعني تبقى مزة كده على سبايسي على كده، شبعانة من كل حاجة. هنزل بمعلقة خل في الدقة نفسها، كمان عصير ليمونه. يا سلام، تاخدي بقى حته البدنجانيه كده والله تتاكل لوحدها. ليمونه كده جوه فين بقى؟ في الدقه نفسها. يبقى كده الخلطه بتاعتنا واخده ايه؟ واخده ليمون وخل وفلفل سبايسي وتومه كده وشويه ملح مظبوطين، ولازم تدوقي طبعا الملح. نيجي بقى للبدنجان الجميل التحفه ده زي ما هي كده، ولا تطلعي منها حاجه ولا اي حاجه. ناخد كده، احنا هنا عاملين شويه متوصيين علشان هو ربع كيلو بدنجان بس. البدنجانيه كده لازم تكون واخده الخلطه بتاعتها كويس علشان يبقى طعمها حلو زي ما انت شايفه كده. واحده كمان اهو من النص كده بتفتحيها. شايفه الجمال؟ ريحه الخلطه مش قادره اقولك طعمها كده، يعني احنا طبعا لسه ما دقناش حاجه، الريحه مش قادره اقولك كده حاجه تفتح النفس. شايفه الجمال والحلاوه؟ الموضوع ما خلصش لحد كده يا ست الكل. شايفه شويه العصاره اللي فاضلين كده اللي هم مطرح الليمون والخل وما ضربنا الحاجه؟ ننزل لنا كمان بربع معلقه ملح صغيره، وكمان نص ليمونه، وايه كمان، ومعلقه من الزيت في الخلطه دي يا ست الكل. قلبيهم كويس قوي. يلا يا ست الكل كده، الله على الجمال والحلاوه. شويه الميه دول والله يا ست الكل اللي بيبقوا حوالين البدنجانيه بيبقوا حاجه تانية خالص، مش قادره اقولك الجمال والحلاوه. اركنهم لنا على جنب كده لحد طبعا ما نكمل الويكه. زي ما انت شايفه كده بعد ما استوت الويكه، ما عندكيش حاجه اسمها مفراك اللي هو طبعا بيفركوا بيه الباميه. اعملي بدي، هتلاقيها بصي زي ما انت شايفه كده اتفككت. طول ما هي كمان على نار هاديه هتبصي تلاقيها اتفكت لوحدها. هنحط ايه دلوقتي؟ مكعب من المرقه، معاه ربع معلقه ملح صغيره. انا بقى حاطه ملح خفيف جدا في الشوربه علشان طبعا بعمل حسابي ان انا هستخدم ملح تاني، وكمان نص معلقه فلفل اسمر صغيره. نقلبها بقى كويس قوي كده علشان الماجي تدوب، وطبعا الملح، وبرده نسيبها. هي كده خلاص استوت، بس هنسيبها كمان 5 دقايق. بعد كده ما الويكه خلاص استوت هنقللها بقى يا ست الكل. 4 بقى فصوص كده من الثوم المفرومين، عليهم ايه؟ عليهم معلقه غراميه كزبره، وبنقللها كده زي تقليه الملوخيه بالظبط. تقليه بقى ست الكل علشان تديكي ريحه حلوه كده وطعم حلو الاكل. قليها على نار هاديه مش على نار عاليه. اللي على نار عاليه كده بتتحرق بسرعه وما بيبقالهاش طعم، كمان بتمرر لك سواء ملوخيه او ويكه او اي اكل بتقليه زي ما انت شايفه كده. خلاص كده التقليه. الله على الجمال وعلى الحلاوه، مش قادره اقولك الريحه ولا الطعم. خليني بقى اقولك يا ست الكل، انا لاول مره النهارده هقولك كده فطار النهارده. انا بقول فطار بما ان طبعا معظمنا صايمين. فطار النهارده كده ل4 افراد بس، ده اكل على قد النهارده بالظبط كده ان شاء الله. وكلفنا كام هقولك في اخر الفيديو، بس ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. شويه ويكه مش قادره اقولك. شايفه الجمال والحلاوه؟ بصي يا ست الكل، ده كده القوام بيبقى بتاعها. طبعا على البوتاجاز مش بتبقى واضحه قوي، ده القوام بتاعها لانها ما بتتاكلش برز. وطبعا احب الاكل ليها هو العيش
زي ما انت شايفه عيش بلدي كده بقى يا ست الكل. يا ترى اكله النهارده كلفتنا كام يا ست الكل؟ ادي التكلفه بتاعت اكل النهارده بالعيش كمان، لان احنا طبعا جايبين اكل على قد اليوم، بس يعني نص كيلو وربع بدنجان، وكمان التكلفه فيها العيش. لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. هنقدم لك ميزانيه بامانه بمنتهى الامانه. زي ما هنعمل هنيجي نقولك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.